أنا موجود أمام فندق الماسة، وبالتحديد تقاطع محور الماسة مع محور بن زايد الشمالي. قدام حضراتكم ده كده محور بن زايد الشمالي. لو خدنا يمين من هنا نروح عند منطقة الأعمال المركزية ومنطقة البرج الأيقوني، واحنا دلوقتي على الميدان قدام منطقة الأبراج السياحية جنوب منطقة الداون تاون. قدامنا منطقة الأبراج السياحية مساحتها 138 فدان جنوب منطقة الداون تاون على محور بن زايد الشمالي مباشرة، وهي منطقة أبراج عبارة عن 21 برج بارتفاعات بتبدأ من 20 دور، وبتوصل في النص عند اي بزنس عند نايل سيتي بارتفاع 50 دور. ده كده قدام حضراتكم اي بزنس بارك تابع لشركة أركا، لوكيشن مميز على الميدان الرئيسي. مساحة المشروع 5 فدادين تقريبا 21 ألف متر، تلات أبراج متصلة مع بعض من تحت، وبعد كده بينفصلوا أرضي و20 دور. واللي بعده على طول مباشرة ده بيراميدز بيزنس تاور تابع لشركة بيراميدز، أرض و20 دور، وبدأوا يقفلوا في الطوب من الداخل كده يبنوا من جوه. وبرضه نفس القصة أي بيزنس بارك برضه بدأوا يقفلوا من الداخل طوب. بيراميدز بيزنس تاور أرض و20 دور، مشروع تجاري إداري فندقي، أرض وأول وتاني وتالت تجاري، ومن الدور الرابع للدور العشرين إداري فندقي. مساحة المشروع 25 ألف متر. بعد كده أويا تاور تابع لشركة إيدج هولدنج، يبقى كده اي بزنس بارك، وبعدين بعد كده بيراميدز بزنس تاور. واللي قدام حضراتكم ده اويا تاور، مساحة المشروع 15000 متر أرضي و24 دور متكرر. المشروع عبارة عن برجين أرضي وأول وتاني تجاري إداري وطبي، برج، والفندقي في برج لوحده. زي ما حضراتكم شايفين ده كده اويا تاور، مساحته 15000 متر أرضي و24 دور. خلاص يعني وصلنا لنهاية الخرسانات. إن شاء الله تعالى الفترة اللي جاية نبدأ نشوف بقى تشطيبات الواجهات والتشطيبات الداخلية للمشاريع اللي قدام حضراتكم دي كلها، بحيث الدنيا تبدأ تشتغل الفترة اللي جاية. ناس كتيرة جدا بتسألنا عن الاستلامات. قدام بعد منه على طول دبي تاور، مشروع اوبسيديار أرضي و25 دور متكرر، مساحته 13500 متر. المشروع طبعا تابع لشركة دبي. يبقى احنا كده شفنا اي بزنس بارك شركة أركا، وبيراميدز بزنس تاور شركة بيراميدز، وأويا تاور شركة ايدج هولدنج، ودبي تاور اللي قدام حضراتكم، او اوبسيديار مشروع اوبسيديار تاور تابع لشركة دبي، مشروع ارضي و25 دور متكرر عبارة عن 3 ابراج. مساحة المشروع 13500 متر. ده طبعا سيرت والنورس تابع لشركة نايل. مساحة مساحة الارتفاع للمشروع 131 متر. ده كده وصلوا هنا للدور ال15 في المبنى ده في دبي تاور. والمبنى التاني زي ما حضرتك شايفين هو 3 مباني. هنا الدور ال15، وهنا وصلوا للدور تقريبا 17. بصور عشان الناس برضو تبقى متابعة معانا. الدور ال17. وهنا سيرتون نورث شركة النيل، مساحة المشروع 18000 متر بارتفاع 31 دور. خلاص هما بدأوا يشطبوا فيه في المشروع بالكامل. المنطقة هنا هتكون من المناطق المميزة جدا. محور زايد الشمالي عموما من المحاور اللي هتكون محترمة ومهمة في العاصمة الإدارية الجديدة. المنطقة كلها هتكون أبراج زي ما حضرتك شايفين. ده اوبسيديار في الصورة، وجنبه اويا تاور، وبعده سيرت وان نورث 131 متر 31 دور أرضي وأول وتاني تجاري، وباقي المشروع إداري فندقي. هنا طبعا احنا على ايدينا اليمين في منطقة صفرة كده، دي هتكون جزء من النهر الأخضر، أو هتكون النهر الأخضر، وفي قلبها منطقة كومباوند سيليا طلعت مصطفى. خلاص سيرت وان نورث شركة نايل بدأوا يشطبوا في المشروع خلاص. يعني من المشروع الوحيد اللي في منطقة الأبراج السياحية اللي خلاص بيشطبوا الواجهات بتاعته. طبعا ده الصف التاني، المنطقة اللي قدام حضراتكم دي الصف التاني في منطقة الأبراج السياحية. زي ما شايفين المنطقة اللي قدام حضراتكم دي كده، دي منطقة الصف التاني اللي فيها مشروع زي بيزنس كومبلكس وريكسوس تاور. زي ما احنا شايفين كده المشاريع اللي جوه. ان شاء الله تعالى برضو احنا نبقى نصور المنطقة دي كده، اللي احنا صورنا المنطقة من عند نايل
مشروع نايل. هنا قدام حضراتكم ده كده دايموند تاور 1 و2 و تريو تاور تابع شركة النخيل. هنا مشروع قدام حضراتكم ليفلز بيزنس تاور تابع لشركة إربن لاندز. مشروع أرضي 35 دور متكرر على مساحة 18,000 متر، تجاري إداري فندقي. وزي ما حضرتك شايفين برضو الإنشاءات خلاص، يعني بسم الله ما شاء الله. كنا من فيديوهين 3 كده ما كانش لسه في أي حاجة ظهرت على وش الأرض، اللي هم شادين شغل بسم الله ما شاء الله، والوضع بقى كويس. المشروع أرضي و35 دور متكرر، مساحة المشروع 4 فدادين ونص أو 18,000 متر، تجاري إداري فندقي. من الدور الأرضي للدور الرابع تجاري، ومن الدور السادس للدور ال15 إداري. وزي ما قلت لحضراتكم هو أرضي و35 دور متكرر. هو يعتبر جنب زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة مشروع نايل بيزنس سيتي تابع لشركة نايل على مساحة 32,000 متر. اللي طالع في الصورة دول مبنيين، واحد برجين، واحد إداري وواحد فندقي. لسه في برجين تانيين هيتبنوا في المرحلة التانية. عندنا مساحة الأرض 32,000 متر في منتصف منطقة الداون تاون، شريط الأبراج السياحية. وعلى وجهة على المحور 200 متر. ده كده المبنى الإداري اللي ناحيتنا ده. المشروع في سنتر الأبراج السياحية. المشروع عبارة عن أرضي و5 تجاري. بعد كده بيطلع في 4 ناطحات سحاب أو 4 أبراج، كل برج بارتفاع 45 دور بعد التجاري، يعني أرضي و50 دور. ده كده دايموند تاور 1 وتريو في شركة نخيل اللي هم في ظهر المشروع. مشروع واجهة 200 متر على محور بن زايد الشمالي، وارتفاع المشروع 233 متر. ده تايكون سنتر اللي هو المبنى الإداري أو البرج الإداري، هيكون أعلى مبنى إداري بيتم تخصيصه من قبل الشركات الخاصة في أفريقيا. وهنا تايكون تاور ده أعلى برج فندقي في أفريقيا، أرضي و50 دور. زي ما قلت لحضراتكم ارتفاع المشروع 233 متر. زي ما قلت لحضراتكم الصف اللي ورا ده الصف التاني، صف الأبراج اللي هو اللي في ظهر المشروع، في محور على مساحة 95 متر بعد الأبراج السياحية. المحور ده اللي بيودي عند محطة المونوريل. المشروع اللي خلصان ومتشطب واجهته ده كونتاكت ميركوري تاور. واللي في الآخر خالص ده مشروع بوديا أو تبع شركة منصات. كل ده صف الأبراج السياحية. احنا صورنا المنطقة دي في آخر فيديو في منطقة الداون تاون، احنا كنا مصورين المنطقة اللي خلف الأبراج السياحية مباشرة. ده كده مشروع سيليا طلعت مصطفى، كومباوند سيليا على مساحة 500 فدان في قلب منطقة النهر الأخضر وقصاد منطقة الأبراج السياحية. وبدأ يظهر من هنا مسجد مصر والمحطة الخاصة بالمونوريل. والمشروع اللي هناك ده مشروع، أيوة ده كده مشروع شركة كونتاكت ميركوري مول. ده كده صف الأبراج السياحية، تاني نمرة منه على طول. بدأ يظهر قدام حضراتكم مشروع جرين ريفر تابع لشركة مدن. مساحة المشروع 14,000 متر، أرضي و30 دور. قدام حضراتكم ده كده. طبعا قبل منه على طول مشروع هيلتون، الأرض بتاعته قدام حضراتكم 14,000 متر، أرضي و30 دور، فندق هيلتون. ده قدام حضراتكم المبني ده مشروع جرين ريفر تابع لشركة مدن على مساحة 14,000 متر، تجاري إداري فندقي، أرضي و30 دور، 4 أدوار تجاري و26 دور متكرر إداري فندقي. زي ما حضراتكم شايفين ده مشروع بوديا تاور تابع لشركة منصات على محور على المحور الشرقي في منطقة الداون تاون. مساحة الأرض 4.5 فدان. المشروع أرضي و25 دور متكرر، أرضي وأول وتاني تجاري، من التالت للسادس طبي.
من السابع لل25 إداري. ده الميزة في المشروع هنا إن هو قدام المحطة الخاصة بمسجد مصر، محطة المونوريل، وعلى المحور الشرقي مباشرة ماسك ناصية المشروع كده. ده هنا مسار المونوريل. لو كملنا للآخر هنروح عند مدينة العدالة ومحطة مدينة العدالة. ده كده مشروع بودية، شركة منصات، على مساحة 4.5 فدان أرضي و25 دور متكرر بين منطقة الداون تاون ومنطقة البنوك. رود 11 اللي فيه مسار المونوريل، وفيه محطة خاصة بالوزراء. من جهة الغرب محور الماسة وفندق الماسة وقاعة القمة للمؤتمرات، ومن جهة الشرق مسجد مصر الكبير. منطقة الداون تاون فيها محطتين للمونوريل، المحطة الأولى شرق الداون تاون في منطقة سوق الذهب وأمام مسجد مصر الكبير، والمحطة التانية شمال الداون تاون في رود 11 بين الوزارات والداون تاون. عندنا أكتر من منطقة في منطقة الداون تاون. دي كده منطقة التسوق والتنزه قدام حضراتكم. دي كده ده مشروع شركة راين اللي هو نبض. قدام حضراتكم ده كده مشروع نبض. منطقة التسوق والتنزه دي منطقة ارتفاعها أرضي وخمسة متكرر، 5 أدوار، كلها منطقة تجارية، ومن المناطق اللي خلاص تعتبر بنسبة إنشاءات كبيرة ومحترمة خالص في منطقة الداون خلصانة. دي موجودة غرب منطقة الداون تاون على محور الماسة أمام فندق الماسة. مشاريع بنسبة كبيرة خالص خلصانة، واحنا كنا صورناها من تقريبا من أسبوعين كده. زي ما احنا شايفين كده الوضع على الطبيعة. زي ما قلت لحضراتكم عندنا منطقة تسوق وتنزه مساحتها 35 فدان، عبارة عن 12 مشروع تجاري أرضي و5 متكرر. ده كده سمارت مول تابع لشركة الكابتن، واللي قبل منه على طول ازدان مول تابع لشركة تاج مصر. وبدأ يظهر في الصورة كده مرسى مول تابع لشركة باور هورس، ومشروع زمول تابع لشركة زيتون، وبعد منهم على طول كايو مول تابع لشركة كوندا. المنطقة اللي على ايدينا اليمين دي فيدا ويست، هندخل فيها دلوقتي عشان احنا اخر مرة كنا صورنا هنا على المنطقة اللي على ايدينا الشمال اللي هي في الصورة دلوقتي منطقة التسوق والتنزه. هندخل بقى المنطقة التانية اللي على ايدينا اليمين. المنطقة دي كده ما صورناش فيها من فترة، ونشوف التطورات والدنيا وصلت لحد فين. زي ما قلت لحضراتكم داون تاون هنقسمه كذا مرحلة، الشوارع الرئيسية اللي فيه، وهنتمشى فيه كده ان شاء الله تعالى في كذا جولة. ده كده فيدا ويست تبع شركة لوكيشن، أرضي و8 متكرر على مساحة 2300 متر. فيدا ويست، وقصاد على طول مشروع فيدا تابع لشركة لوكيشن. الاتنين قصاد بعض على طول. الشارع الرئيسي اللي هو العمود الشارع ده اللي احنا ماشيين فيه ده، لو على طول مكملنا للآخر هنروح عند سوق الذهب ومسجد مصر الكبير. زي ما احنا شايفين دي الأرض الخاصة بمشروع جولدن تاون. دي نيرو تاور، برضه هم حفروا الأرض ولسه مفيش في أي إنشاءات. طبعا عندهم مشروعين تانيين شغالين فيهم وخلاص بدأوا يخلصوا فيهم، وإن شاء الله تعالى يشتغلوا هنا في أقرب فرصة. طبعا دي نيرو تاور جولدن تاون أرضي و14 دور. هنا فيدا ويست ومشروع فيدا اللي قصاده على طول شركة لوكيشن، وبعد منه على طول بيكسل مول. ده كده بيكسل مول تابع لشركة عنوان، مساحته 2500 متر أرضي و8 متكرر، وفي 2 بيزمنت تحت المبنى. يعني خلاص احنا كنا اخر مرة هنا كانوا يعني احنا متابعين الانشاءات دي وهي كانت لسه ارض فاضية واعمال الحفر والكلام ده، فبسم الله ما شاء الله النهاردة الدنيا اختلفت شوية. عندنا هنا اكس بيزنس كومبلكس تابع لشركة دوجا، وبعد منه على طول والابيض ده مبنى شركة ده فيرونا مول تابع لشركة كابيتال لينك. كل المباني هنا أرضي و8 متكرر. كده أول حاجة فيدا، وبعد منه على طول بيكسل مول تابع لشركة عنوان، واللي في وشنا هناك ده
الأرض الفاضية دي دي نيرو تاور. ده بيكسل مول يعني شركة عنوان. وبعد منه على طول فيرونا مول تابع شركة كابيتال لينك. كده قصادنا على طول اكس بيزنس كومبلكس تابع شركة دوجا. وسوليدير كومبلكس تابع لشركة تورن. ده كده المنطقة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طبعا منطقة الأبراج السياحية ظاهرة من هنا، يعني تعتبر أكتر منطقة فيها إنشاءات منطقة الأبراج السياحية. داون تاون يعني بالوضع اللي قدام حضراتكم دي في مناطق خلاص خلصت، في مناطق يعني فاضية تعتبر مفيش فيها إنشاءات. عشان المنطقة تكتمل بالكامل مش أقل من 5 ل7 سنوات عشان نبقى صادقين مع الناس. ده كده سوليدير تابع لشركة وورن. وده كده فيرونا مول كابيتال لينك. مشروع على مساحة 2200 متر. احنا طبعا قصاد دلوقتي منطقة الحي المالي مباشرة. الشارع ده كده يعتبر قصاد شارع رود 11. وده كده زي ما حضراتكم شايفين في الصورة فيرونا مول. وبعد منه على طول مشروع سينس مول تابع شركة سينس على مساحة 1670 متر. طبعا المبنى ده من أوائل المباني اللي خلصانة في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. ده كده سينس مول تابع لشركة سينس على مساحة 1670 متر. احنا طبعا زي ما قلت لحضراتكم موثقين الكلام ده كله. الناس ممكن ترجع للفيديوهات بتاعتنا على القناة، هتلاقي ان احنا يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله منطقة الداون تاون مصورينها وهي كانت لسه فاضية خالص، ما كانش في اي انشاءات. ده سينيت مول تابع لشركة كونسبت. طبعا ناس كتيرة جدا بيتكلمون عن المشروع هنا، يعني مشروع طبعا متأخر خالص بالنسبة للجيران يعني. ده كده سينيت مول شركة كونسبت مساحة المشروع 1700 متر. بعد منه على طول ده كده سولانو مول كابيتال لينك برضو أمام شركات التأمين وشركات الكمبيوتر. ده سولانو مول 2200 متر أرضي و8 متكرر. وده كده قصادنا الحي المالي، مشاريع الحي المالي. ده قصادنا الشركة المصرية للاتصالات وبنك الكويت الوطني. وده زمول ومحطة التبريد المركزية. ده كده زي ما قلت لحضراتكم سولانو مول. وبعد منه على طول بوينت 9 تابع شركة كابيتال هيلز مشروع على مساحة 2400 متر. زي ما حضراتكم شايفين كده الدنيا اتغيرت خالص في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. ده كده سولانو وبعد منه بوينت 9 كابيتال هيلز. ده كده بوينت 9 كابيتال هيلز. وبعد منه على طول ان مول تابع لشركة افامينا على مساحة 2300 متر. ده كده قدام حضراتكم ان مول شركة افامينا 2300 متر ارضي و8 متكرر و2 بيزمنت اندر جراوند. بعد منه اللي هناك ده الكواترو مول بدأوا يشطبوا في الواجهات بتاعته. وهنا يوني تاور تابع لشركة يو سي. وكواترو مول اللي قدام حضراتكم في الصورة وان مول وبوينت 9 مول وسلانو مول. وشوفنا منطقة التسوق والتنزه. لو حد ما شافش الفيديو ممكن يرجع له فيه على هتلاقي اول فيديو موجود على القناة عندنا. ده كده قدام حضراتكم يوني تاور تابع لشركة يو سي. قدام حضراتكم هم خلاص بيشطبوا في الواجهات الخارجية للمشروع. وبعد منه على طول زالوفت بلازا تابع لشركة ليفنج يارد. المشروع اللي قدام حضراتكم ده كده هنبدأ من هنا كده أول مشروع في المحور الغربي من اتجاه الشمال هو
مشروع يوني تاور تابع لشركة يو سي. المشروع على مساحة 6000 متر زي ما حضراتكم شايفين. احنا طبعا الجولة اللي فاتت كانوا لسه ما شطبوش في الواجهات، دلوقتي هم خلصوا خرسانات وشغالين وقفلوا من جوه وشغالين في الواجهات الخارجية للمشروع. مشروع أرضي و10 متكرر، مشروع تجاري إداري طبي فندق. الدور العاشر فندقي، عندنا الدور الإداري من الدور السادس للتاسع، والطبي من الدور الخامس، والتجاري من الأرضي للدور الرابع. طبعا ده كده المحور الغربي في منطقة الداون تاون. طبعا شركة يو سي عندها مشروع تاني اس تاور في منطقة ام يو 7، والناس زعلانه ان هم متاخرين هناك، بس انا شايف ان هم شغالين كويس وبسم الله ما شاء الله، وربنا ييسر الحال برضه في المشروع اللي هناك ويبداوا يشتغلوا، لان طبعا الدنيا بدات تتحرك في المنطقه اللي هناك. بعد كده مشروع جيفال تاور تابع لشركه ويلز. المشروع على مساحه 3300 متر ارضي و10 متكرر. زي ما حضراتكم شايفين لسه الارض يعني حفروا وشغالين في الانشاءات، لسه شغالين من تحت يعني. ده كده مشروع جيفال تاور تابع لشركه ويلز على مساحة 3300 متر أرضي و10 متكرر. وبعد منه على طول مشروع زاهية تابع لشركة امتلاك. الأرض اللي بعده على طول دي اللي قدام حضراتكم في الصورة. طبعا اللي هناك ده اتش مول، ده هنلف وهنروحه برضو إن شاء الله، هنشوفه في الجولة بتاعتنا النهاردة. تابع نيو ايفنت. ده كده مشروع أكسجين ميديكال تاور تابع لشركة عنوان على مساحة 2200 متر، مول طبي بالكامل. ده كده محور الغرب عشان الناس تبقى عارفة، هيكون عرضه 70 متر. ده هيكون شارع رئيسي هنا. قدام حضراتكم ده أكسجين ميديكال تاور تابع لشركة عنوان، هيكون مول طبي بالكامل على مساحة 2200 متر زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. بعد منه على طول فيرا تاور تابع لشركة اي دي سي برضو. يعني احنا طبعا آخر جولة كنا عاملينها هنا من تقريبا من 4 شهور أو من 5 شهور. لا، في تطور وفي تحسن يعني ملحوظ في الإنشاءات هنا. ده كده فيرا تاور شركة عفيف الإنشاءات والتعمير اي دي سي أرضي و12 دور. بعد منه على طول ذا روك. ده كده ذا روك تاور تابع لشركة مزايا. خلاص بيشطبوا برضه في الواجهات الخارجية للمشروع. وشركة مزايا بسم الله ما شاء الله عندهم أكتر من مشروع هنا في الداون تاون، وكلهم فيهم إنشاءات محترمة يعني. الشركات المحترمة لازم نشيد بيها يعني. ده كده مشروع فيرسي تاور تابع لشركة ان سي بي. مشروع مساحته 2700 متر أرضي و12 دور زي ما حضراتكم شايفين. نسبة إنشاءات برضه كويسة جدا. وبعد منهم على طول ايفورا مول تابع لشركة ار يو دي. مساحة المشروع على مساحة 2600 متر أرضي و12 دور. ده كده ايفورا مول. منطقة الداون تاون عبارة عن 1364 فدان، فيها تقريبا 300 مشروع. فمحتاج اللي يمشي هنا يكون عارف ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه، لأن الدنيا فيه مشاريع كتيرة جدا مش عليها لا يفط ولا عليها علامات ولا عليها أي حاجة. قدام حضراتكم ده تو تاور تابع لشركة اتش ام دي على مساحة 3400 متر، وبرضه لسه يا دوبك حافرين وشغالين في الأساسات. ده نهاية الشارع. هنا نروح عند مشروع سيرت وان نورث تابع لشركة نايل. يبقى الأرض الفاضية اللي قدام حضراتكم على الشمال دي تو تاور تابع لشركة اتش ام دي. واللي قدامنا في الصورة ده كده تراك 12 تابع لشركة دي اي جي. مساحة المشروع 2600 متر أرضي و12 متكرر تجاري إداري طبي. بعد تراك 12 قدامنا مزار 2 شركة زودياك، لها مشروعين هنا في المنطقة اللي احنا فيها دي. زودياك مزار 1 ومزار بيزنس تاور. هنا ده كده مزار قدام حضراتكم شركة زودياك. ناس كتير كانت بتكلمنا في التعليقات عايزين يشوفوا مزار. ده مزار اللي قدام حضراتكم كده في الصورة. يبقى احنا عندنا هنا مشروعين لشركة مزار، وبعد منهم على طول هنا ده مزار بيزنس تاور، واللي قبله على طول مزار 2. هنا كده سكاي بريدج تابع لشركة الفتح من الإنشاءات الموجودة قدام حضراتكم في الصورة دي.
واللي في الاخر خالص ده كلاود 7، ده اللي هو المشروع الكبير ده تاني نمرة من الشارع الرئيسي، المحور الرئيسي. طبعا قدامنا على طول ده سيرتوان نورس في منطقة الأبراج السياحية. هنا على ايدينا الشمال سكاي بريدج، شركة الفتح، مساحة المشروع 4300 متر. وبعد منها على طول كلاود 8 تابع لشركة اي كابيتال على مساحة 3300 متر. واللي قدامنا ده كلاود 7 أرضي و14 دور متكرر. لو أخدنا يمين من هنا نروح عند محطة الوقود ومنطقة التسوق والتنزه. هناخد شمال عشان نكمل جولتنا في قلب منطقة الداون تاون. طبعا يعني أصعب حاجة هنا في المكان الراتش، واللي يعني مخلي المكان تحس إن هو مش مفيش فيه إنشاءات. كمية راتش كبيرة جدا مش طبيعية، هنشوفها دلوقتي وهنشوف الدنيا الكلام ده يعني قدام شوية. ده كلاود 7. وهنا كده قدام حضراتكم ده سيرتوان نورس، وقبل منه على طول اوبسيديار تابع لشركة دبي. ده كده اوبسيديار تاور، واللي قدامنا ده سيرتوان نورس شركة النيل وشركة دبي، قدام جنب بعض على طول مشروعين. عشان زي ما حضراتكم شايفين كمية الراتش بقى اللي في الشوارع. ده هنا فيفيد بيزنس تاور تابع لشركة اي اتش دي، أول نمرة في المحور الغربي من اتجاه خلف شريط الأبراج السياحية. مساحة المشروع 2700 متر، والوضع زي ما هو من ساعة ما صورنا آخر فيديو من 4 شهور تقريبا، ما فيش حاجة اتعملت في المكان. ده فيفيد بيزنس تاور، الناس اللي كانت كاتبه لنا في التعليقات ده كده قدام حضراتكم. واللي قدامنا ده كلاود 7. هنا كده الأراضي الفاضية، هنا في أرض أكتر من أرضين. ده مشروع تابع لشركة نيو جيرسي جينسيس تاور. وفي بعد منه على طول مشروع جي دي تابع لشركة جي دي توين تاور في الأرضين الفاضيين دول. هنا بقى كمية راتش غير طبيعية، يعني زي ما حضرتك شايفين كده. معرفش يعني المفروض المشاريع كل الناس اللي بتحفر بتاخد البنات وبتروح تقلب في مقالب عمومية، وبتسلم البنات هناك في المقالب. طبعا السواقين بتكسل وتقلب المكان في أي أرض فاضية وخلاص وتريح دماغها. قدام حضراتكم ده كده مشروع لشركة العز ديستينو تاور. ده كده مشروع شركة العز هنا في منطقة الداون تاون، في إنشاءات برضه نسبة محترمة. هنا نايل بيزنس سيتي. والأرض اللي قدام حضراتكم ده كده الأرض الخاصة بشركة نيو جيرسي، بدأوا يشتغلوا فيها. وهنا زي ما حضراتكم شايفين نايل بيزنس سيتي ده في منتصف الداون تاون بالظبط. يعني مشروع نايل بيزنس سيتي ده في منتصف الداون تاون. ده كده مشروع نيو جيرسي قدام حضراتكم ده كده. اللي في الصورة ده دايموند تاور تابع لشركة اي ار جي. وبعده على طول تريو في مول تابع شركة نخيل. دول موجودين على طول في ظهر نايل بيزنس سيتي. مشروعين قدام حضراتكم دول. زي ما قلت لحضراتكم كمية راتش غير طبيعية في الداون تاون. الفيديو بتاع النهارده ده صحيح هيكون كبير شوية. الناس اللي وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو انت اول مرة تتابعنا على قناة اليوتيوب، على قناتنا قناة المهندسين الوطنيين على اليوتيوب، ما تنساش تشترك في قناتنا. نمشي في المحور ده كده لحد اخره. احنا دلوقتي موجودين صف تاني في الابراج السياحية. قدام حضراتكم ده دايموند تاور 1 و 3 وفي اللي قدام حضراتكم في الصورة ده مشروع تابع لشركة نخيل على مساحة 7000 متر على السنترال بارك مباشرة، أرضي و14 دور متكرر و3 بيزمنت أندر جراوند. واللي على ايدينا الشمال اللي في الصورة دلوقتي ده دايموند تاور تابع شركة اي ار جي. مساحة المشروع 5000 متر أرضي و15 متكرر و3 بيزمنت أندر جراوند. هندخل في الشارع اللي بينهم كده. انا طبعا الفيديو اللي فات كنا صورنا المنطقة اللي بعد كده، يعني خدنا من هنا كده وكملنا على طول لحد ما رحنا على مسار المونوريل. بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى الفترة اللي جاية هنغطي المنطقة بالكامل بحيث الناس تتابع معانا وتشوف الدنيا وصلت لحد فين.
ده كده دايموند تاور 1. طبعا احنا عندنا دايموند تاور 1 ودايموند تاور 2، الاتنين تبع شركة اي ار جي، والاتنين مساحتهم 5000 متر، والاتنين ارضي و15 دور متكرر. هندخل في الشارع اللي قدام حضراتكم ده كده. اول حاجة بنشوفها بعد مشروع تريو في، ده بالما مول على ايدينا اليمين، وعلى ايدينا الشمال ارض خاصة بشركة كابيتال هيلز بارك بوينت، مشروع بارك بوينت. واللي قدام حضراتكم في الصورة ده كده بالما مول على مساحة 5500 متر تابع لشركة فور سيزون جروب. ده كده بالما مول، مشروع تجاري إداري على مساحة 5500 متر. هم شغالين دلوقتي في الأساسات. وهنا على ايدينا اليمين مشروع بارك بوينت تابع لشركة كابيتال هيلز. زي ما حضراتكم شايفين في الصورة الدنيا برضو لسه في تأخيرات كبيرة، بس في شغل كتير جدا موجود على أرض الواقع. وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا بنصور والدنيا صعب المشي هنا، مش أي حد يعرف يدخل ويعرف المشاريع. الموضوع صعب جدا ومتعب جدا على فكرة، عشان الناس تكون معانا في الصورة. اللي في الصورة ده كده أجايل مول تابع لشركة رادكس على مساحة 7500 متر. طيب اللي قدام حضراتكم ده تراك 20 تابع شركة دي اي جي، أرضي و14 دور متكرر. مساحة المشروع 5200 متر، وفي 5 بيزمنت أندر جراوند. مشروع تجاري إداري طبي. ده كده تراك 20 تابع شركة دي اي جي. زي ما انتم حضراتكم مساحة المشروع 5200 متر. واللي قدامنا ده كده أجايل مول تابع لشركة رادكس على مساحة 7500 متر، من المشاريع اللي يعني فيها نسبة إنشاءات محترمة جدا. يعني الواحد لما يشوف مبنى خلصان زي كده بيبقى مبسوط بيه. ده كده على ايدينا الشمال 5 ايست تابع شركة مقام مصر للتطوير العقاري على مساحة 3500 متر، أرضي و12 دور. أرضي وأول تجاري، ومن الدور التاني للدور 12 إداري. ده كده 5 ايست شركة مقام مصر للتطوير، عشان الناس كتير بتستنى عليه وعن المشاريع اللي في الشارع ده كده. طبعا احنا في ظهرنا على طول يعني المشاريع اللي هنا دي في ظهرها على طول السنترال بارك، فهتكون ليها وجهتين، وجه على الشارع اللي احنا موجودين عليه، ووجه على الشارع الخاص بالسنترال بارك، عشان الناس تكون عارفة كده. بعد رادكس قدام حضراتكم كابيتال كراون شركة رافكو على مساحة 5200 متر، أرضي و12 دور. والشركة برضو عندها مشروع بعد كده منه على طول كابيتال بارك تاور تابع لشركة رافكو على أرض و12 دور على مساحة 5200 متر. عندهم مشروعين اتنين جنب بعض، كابيتال كراون وكابيتال بارك. الناس برضو اللي كانت بتكتب لنا في التعليقات، مشاريع شركة رافكو قدام حضراتكم على أرض الواقع. كابيتال كراون وكابيتال بارك الاتنين مساحتهم 5200 متر، والاتنين أرضي و12 دور جنب بعض على السنترال بارك مباشرة بعد رادكس بلازا أو أجايل تاور. بدأ يظهر في الصورة كده مشروع كود مول أو كود تاور تابع شركة جدير، أرضي و12 دور. مشروع على مساحة 7200 متر، وبرضه عندهم نسبة إنشاءات محترمة. هم حاليا عندهم لونش سكني كومباوند سكني على مساحة 33 فدان في منطقة الار 8، نازلين بلونش اليومين دول بأسعار كويسة وعروض كويسة. ده كده شركة جدير، مشروع كود قدام حضراتكم على أرض الواقع. هنا قدامنا مشروع زاروك شركة مزايا، كنا صورنا الجنب التاني ده، بس برضو ان شاء الله نبقى نعمله تحديث الفترة اللي جاية. ده المشروع هنا على مساحة 7200 متر، أرض و12 دور، أرضي وأول وتجاري إداري من الدور التاني للدور ال12. بعد كود تاور عندنا ميد تاور تابع شركة برايم للتطوير العقاري، أرضي و12 دور، أرضي وأول وتاني تجاري، ومن التالت لل12 إداري. مشروع على مساحة 4600 متر،
وبرضه المشروع موجود على السنترال بارك مباشرة. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا موجودين على المحور الغربي في قلب منطقة الداون تاون، مشروع شركة برايم. اتش مول اللي بدأ يظهر في الصورة قدام حضراتكم ده كده من المشاريع برضو اللي فيها نسبة إنشاءات محترمة. هنا قدام حضراتكم ذا روك تبع شركة مزايا، وفيرا تاور، وأكسجين ميديكال تاور، وفيرتي تاور، وإيفيرا مول، وتو تاور. ده كده احنا كنا صورنا المنطقة دي بالكامل قبل كده، فبإذن الله تعالى برضو الفترة اللي جاية هنصورها تاني كده. وعلى ايدينا اليمين هنا في مشروع اينز مول على مساحة 4500 متر تبع شركة اي جي تاور، ارضي و12 دور. طبعا زي ما حضراتكم شايفين لسه ما فيش اي انشاءات، شغالين يعني لسه ارض فاضية زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. دي اينز مول، اينز تاور تبع شركة اي جي تاورز. هنا قدام حضراتكم اتش مول تابع لشركة نيو ايفنت على مساحة 4700 متر ارضي و12 دور، واربعة بيزمنت اندر جراوند. زي ما حضراتكم شايفين على ارض الواقع، خلاص بدأوا يشطبوا في الواجهات الخارجية. المبنى تجاري إداري، أرضي وأول وتاني وتالت تجاري، ومن الرابع لل12 إداري. ده كده اتش مول عشان الناس تكون عارفة. وبدأ يظهر في الصورة كده مشروع يوني تاور يو سي، واللي قدام حضراتكم في الصورة ده كده ذا لوفت بلازا. ذا لوفت بلازا في ظهره على طول يوني تاور. هنا داون تاون مول، واحد واتنين قصاد بعض، اللي متشطب ده واللي قصاده. ده كده داون تاون مول. واللي قدام حضراتكم في الصورة ده كده ذا لوفت بلازا تابع شركة ليفينج يارد. مساحة المشروع 8000 متر أرضي وعشر أدوار، تجاري إداري طبي، أرضي وأول وتاني تجاري. ده كده داون تاون مول تابع شركة ايت على مساحة 3500 متر أرضي وعشرة متكرر. وهنا سنترال 33 تابع لشركة جولدن ايجل على مساحة 5000 متر على السنترال بارك مباشرة. بدأ يظهر الحي المالي والحي الحكومي ومحطة المونوريل من هنا قدام حضراتكم. وده الداتا سنتر خاصة بالداون تاون. ده كده سنترال 33 تابع لشركة جولدن ايجل على مساحة 5000 متر أرضي وعشرة متكرر، مشروع تجاري إداري طبي. يبقى هنا قدام حضراتكم ده كده ذا لوفت، واللي بعده على طول يوني تاور تابع شركة يو سي. الاتنين جنب بعض اللي قدام حضراتكم في الصورة دول كده. على ايدينا الشمال ده ذا لوفت بلازا، واللي بدأوا بيشطبوا واجهاته ده يوني تاور تابع. مبنى اللي قدام حضراتكم ده سنترال 33 تابع لشركة جولدن ايجل على السنتر بارك مباشرة على مساحة 5000 متر. المنطقة اللي قدام حضراتكم دي كده مدخل السنترال بارك، واحنا الشارع اللي ماشيين فيه من اتجاه الغرب لاتجاه الشرق كده، احنا ماشيين من اتجاه الغرب لاتجاه الشرق. في وشنا على طول مسجد مصر الكبير، وقدام حضراتكم ده كده مدخل السنترال بارك. على ايدينا اليمين ده سنترال 33 تابع شركة جولدن ايجل، وقدام حضراتكم ده كده مشروع شركة ايت اللي هو مشطب واجهات، اللي هو كملنا على طول في وشنا كده نروح عند منطقة سوق الذهب ومسجد مصر الكبير ومحطة المونوريل. هناخد النهارده جولتنا على المحور الشرقي في منطقة الداون تاون، بحيث الناس تتابع معانا كل جديد ونشوف الدنيا وصلت لحد فين. طبعا احنا اخر جولة كنا صورنا على المحور الغربي، والنهارده هنبدأ جولة جديدة على المحور الشرقي. قدام حضراتكم ده كده جايا بيزنس كومبلكس تابع شركة المصريين على مساحة 6000 متر تجاري إداري طبي. الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده عرضه 120 متر، وعلى ايدينا الشمال المحطة الخاصة بالمونوريل، محطة الحي الحكومي. والمبنى الابيض اللي على ايدينا اليمين اللي في الصوره على يمين الصوره ده الداتا سنتر. واحنا قريبين خالص من الحي الحكومي. على فكره الداون تاون
كمنطقة زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده مساحتها 1364 فدان، موجودة في قلب العاصمة الإدارية الجديدة جنب الحي المالي والحي الحكومي. كمستقبل هي متأخرة، بس كمستقبل أنا بقول لكم المنطقة دي إن شاء الله تعالى هتكون منطقة مميزة جدا في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده جاية بيزنس كومبلكس على مساحة 6000 متر، مشروع تجاري إداري طبي، أرضي و10 متكرر. وهنا على إيدينا اليمين داون تاون مول 2، طبعا شركة 8 عندها مشروعين 2 قصاد بعض، وبرضه نسبة إنشاءات زي بعضهم بالظبط كده. هنا داون تاون مول 2، وقصاده على طول داون تاون مول 1 على المحور الغربي، عشان الناس تتابع معانا. زي ما انتوا حضراتكم المنطقة متأخرة، بس كمستقبل هتكون من المناطق المميزة في قلب العاصمة، فيها تقريبا 300 مشروع، كلها هتكون منطقة حيوية في قلب العاصمة الإدارية. بس هتتأخر شوية يعني المشروع هنا علشان يشتغل والدنيا تشتغل في المنطقة كده مش أقل من 5 6 سنين. ده كده قدام حضراتكم مشروع 41 تابع لشركة فاي طبعا، وفي ظهره على طول 44 برضه مشروع تابع لشركة فاي، نسبة إنشاءات كويسة جدا زي ما حضراتكم شايفين على أرض الواقع. 44 خلاص شطبوا الواجهات بتاعته. ده كده فيجور نيو كابيتال تابع لشركة البارون على مساحة 3800 متر أرضي و10 متكرر. اللي هناك ده اتش مول تابع لشركة نيو ايفنت على المحور الغربي. واللي قدام حضراتكم ده كده في الصورة ده تريف بيزنس تابع لشركة نيو ايفنت. المشاريع هنا أرضي و10 متكرر، وبعد كده بتبدأ تزيد واحنا ماشيين من الشمال للجنوب كده. قدام حضراتكم ده كده مشروع ويست كانيون تابع لشركة ديار مصر أرضي و12 متكرر. المبنى الخلصان ده زي ما قلت لحضراتكم ده كده مبنى 44 تابع لشركة فاي. احنا كده ماشيين على المحور الشرقي في قلب منطقة الداون تاون. ده مبنى جديد او كان مشروع وتحول لمشروع تاني، هو انا شايف مكتوب عليه سنترال بلازا شركة التوفيقية. ده كده مشروع سنترال بلازا شركة التوفيقية. طبعا الأرض لسه ما اتعملش فيها أي حاجة. في مناطق يعني عندنا منطقة الأبراج السياحية عشان هي على محور بن زايد الشمالي مباشرة، فيها نسبة إنجاز محترم وعدد المشاريع فيها 21 مشروع، فالمشاريع اللي خلصانة فيها ظاهرة كده إنها على طريق أسفلت. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين معظم الشركات اللي بتحفر بترمي في أي أرض فاضية كده، فتلاقي الرتش كتير جدا في قلب الشوارع والطرق غير ممهدة. لكن الشوارع هنا عرضها تقريبا 75 متر أو 80 متر، يعني الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده المفروض يكون عرضه 80 متر مثلا، فاحنا ماشيين زي ما حضراتكم شايفين كده الشوارع مردومة. هنا مشروع هاب 88 تابع لشركة 8 قدام حضراتكم ده كده. وهنا زي ما حضراتكم شايفين كمية راتش كبيرة جدا، وزي ما بقول لكم المنطقة هنا عشان تشتغل مش أقل من 5 6 سنين. الأرض هنا صخرية جدا، فبييجوا لما بييجوا يحفروا طبعا هنا كل المشاريع تحتها باركنج 3 أدوار أو 4 أدوار تحت في قلب الصخر، فبياخد على طبعا على ما طلعوا تراخيص وبدأوا حفر. في شركات أنجزت وفي شركات متأخرة جدا اشترت أرض واتنين وتلاتة وبتاخد مقدمات وبتشتري في أراضي تانية زي ما حضرتك شايفين كده. ده برضو هنا مشروع لسه بيحفروا فيه شغالين فيه تحت. فالدنيا هنا صعبة جدا ولسه زي ما قلت لحضراتكم مش أقل من 5 6 سنين علشان المكان هنا يشتغل. لكن كمستقبل إن شاء الله تعالى المنطقة هنا مميزة في قلب العاصمة، قريبة من الحي الحكومي وقريبة من الحي المالي، وهتكون هي وسط البلد في قلب العاصمة الإدارية الجديدة. طبعا جهاز العاصمة وشركة العاصمة لهم دور برضو في التأخيرات دي، المفروض يكون في لهم موافقة مع المطورين، لأن طبعا بيأثر بالسلب تأخير أي مشروع في العاصمة بيأثر بالسلب على باقي المناطق. يعني هنا المشاريع اللي خلصانة لو حبت تشتغل مش هتعرف تشتغل، لأن طبعا الطرق مش ممهدة، مفيش فيه أي حاجة عشان الناس توصل هنا، صعب الوصول ليها. لكن لما المنطقة كلها تخلص مع بعضها هيكون فيها شغل.
زي ما قلت لحضراتكم، تأخر مشروع في المنطقة كلها بيأخر المنطقة كلها على بعضها، ما عدا طبعا صف الأبراج السياحية ومنطقة تسوق التنزه اللي على محور الماسة، لأن دي بتعتبر بره الداون تاون. فأي مشروع منهم خلصان ممكن الصبح يشتغل ومفيش عنده أي مشكلة، لأن الطريق قدامه مرصوف والمرافق بتاعته موجودة. لكن بعض الشركات للأسف بتاخد قطعة أرض وتلم عليها مقدمات. ده كده مشروع كيو ايست تاور تابع لشركة مقام للتطوير العقاري. بعض الشركات زي ما انتم حضراتكم بتاخد المشروع، تدفع مقدم لشركة العاصمة وتبدأ تعمل لونش عليه وتلم فلوس وتلم مقدمات، وبعد ما تلم مقدمات تروح تشتري قطعة أرض تانية وهكذا. بدأ يعني بعد ما كان عندهم قطعة واحدة بقى عندهم 5 6 قطع، وفي الآخر نسبة إنشاءات تعبانة مفيش أي حاجة يعني. ده كده مشروع دي اي جي 15. زي ما حضراتكم شايفين ده كده على ارض الواقع دي اي جي 15. بعد منه على طول مشروع اليسنترو بيزنس بارك تابع لشركة امباير ريال استيت. كان اكتر من حد كلمنا عنه المشروع ده، موجود على ارض الواقع. هنا في مشروع تابع لشركة الفتح جروب، الارض اللي قبل ده كده على طول مباشرة اميز بيزنس كومبلكس. وهنا قدام حضراتكم ده كده واجيك تاور. واجيك تاور على مساحة 8000 متر أرضي و14 متكرر. زي ما حضرتك شايفين نسبة إنشاءات وصلوا للدور التاسع تقريبا أو الدور العاشر، في 4 أدوار باركينج أندر جراوند. قدام حضراتكم ده كده ده كيرا تاور. وهنا قدام حضراتكم هيبدأ يظهر مشروع الفتح جروب أميز بيزنس كومبلكس قدام حضراتكم. هما برضه شغالين في حفروا وشغالين دلوقتي في البارك. مساحة المشروع هنا 3000 متر، أكتر من حد كان كلمنا عنه. أميز بيزنس كومبلكس تابع لشركة الفتح، أرضي و14 متكرر على مساحة 3000 متر. ده دايموند تاور 2 تابع لشركة اي ار جي إعمار رزق جروب. المبنى تجاري إداري فندقي على مساحة 5000 متر. زي ما حضراتكم شايفين نسبة إنشاءات محترمة جدا. احنا في يعني المبنى يعتبر في ظهر في المحور الموازي لمحور بن زايد الشمالي. وهنا مشروع نايل بيزنس ده كده على ايدينا اليمين، وعلى ايدينا الشمال مشروع اوكس تابع لشركة مارجنز على مساحة 9700 متر أرضي و4 متكرر، 4 أدوار باركينج أندر جراوند وأرضي وأول تجاري. ده هنا على ايدينا اليمين دايموند تاور 2 إعمار رزق جروب. المحور اللي قدام حضراتكم ده كده 90 متر في ظهر محور بن زايد الشمالي موازي ليه. هنا في مدخل المحور الشرقي اوكس كابيتال نيو كابيتال. وهنا على ايدينا الشمال قدام حضراتكم في صورة دايموند تاور السنترال بارك اللي قدام حضراتكم ده. زي ما حضراتكم شايفين في الخريطة هنبدأ من عند دايموند تاور، هنمشي موازي لمحور بن زايد الشمالي الصف الثاني الموازي لأبراج السياحية. زي ما حضراتكم شايفين كده ده دايموند تاور 2 تابع لشركة اي ار جي. مساحة المبنى 5000 متر. احنا دلوقتي ماشيين موازي لمحور بن زايد الجنوبي الشمالي. ده كده تايكون تاور أعلى فندق هيكون في أفريقيا بإذن الله تعالى. واللي قدام حضراتكم ده اللي هناك ده بوديا. والمحور اللي احنا ماشيين عليه ده موازي لمحور بن زايد الشمالي، آخره المحطة بتاعة المونوريل. ده كده قدام حضراتكم في الصورة زي ما حضراتكم شايفين. ده جيميناي بلو تابع لشركة مزايا، هيكون أرضي و14 دور. منطقة الأبراج السياحية ما احنا قلنا قبل كده إن هي مساحتها 138 فدان، بتطل على محور بن زايد الشمالي جنوب منطقة الداون تاون. احنا موجودين دلوقتي حاليا موجود جنوب منطقة الداون تاون. قدام حضراتكم في الصورة كده ده مشروع وايت 14 تابع لشركة ام بي جي على مساحة 4800 متر أرضي و14 دور. وطبعا في 3 باركنج أندر جراوند. كل المشاريع هنا فيها 3 أو 4 أدوار باركنج تحت المباني عشان الزحمة بعد كده، لأن المنطقة طبعا هتكون مكتظة بالمشاريع. لأن منطقة الداون تاون مساحتها 1364 فدان، فيها تقريبا 300 مشروع تم طرحهم حتى الآن.
الناس ما تبصش للمكان النهارده ان هو لسه صحراء، لا الناس تبص قدام شويه. لما المنطقه باذن الله تشتغل هتكون من المناطق الواعده في قلب العاصمه الاداريه الجديده. احنا جنبنا على طول الحي الحكومي والحي المالي ومنطقه البنوك، البورصه المصريه، محور بن زايد الشمالي، ومنطقه ابراج سياحيه، في مناطق هيكون فيها فنادق. فمنطقه هتكون مميزه جدا. قدام حضراتكم في نهاية الشارع محطة مسجد مصر الخاصة بالمونوريل، وقدامنا مسجد مصر اللي في الصورة، وبوديا تاور في منطقة الأبراج السياحية. وصلوا تقريبا دلوقتي للدور ال 28 أو ال 29. قدام حضراتكم في الصورة كده مشروع تراك 14 تابع لشركة دي اي جي. مساحة المشروع 2400 متر، تجاري إداري فندقي طبي، اللي ظاهر في الصورة على ايدينا الشمال. واللي بعد على طول مشروع A1 كورنر تابع لشركة اس في، مشروع على مساحة 2500 متر أرضي و12 دور. وبعد منه على طول جيميناي ريد تاور تابع لشركة مزايا، أرضي و14 دور. ده كده جيميناي ريد. شركة مزايا لها 3 مشاريع في المنطقة هنا، جيميناي ريد وجيميناي بلو، وعندهم زاروك. كده قدام حضراتكم في الصورة ده مشروع سكاي واي، شركة سكاي واي هي ديجا تاور. والمبنى اللي بدأوا يشطبوا واجهاته أو يعتبروا خلصوا واجهاته ده ميركوري مول تابع لشركة كونتاكت. كده محطة المونوريل اللي قدام حضراتكم مباشرة، محطة المونوريل لمسجد مصر. وهنا مشروع ميركوري مول تابع لشركة كونتاكت على مساحة 2800 متر أرضي و10 متكرر، مبنى تجاري إداري طبي زي ما احنا شايفين كده في الصورة. وهنا قدام حضراتكم ده مشروع مدن جرين ريفر في صف الأبراج السياحية، وجنبه على طول مشروع بودي. ده كده كونتاكت ميركوري مول أرضي و10 متكرر 2800 متر، من المشاريع اللي خلصانة في المنطقة هنا. طبعا المحور اللي احنا ماشيين عليه ده عرضه 90 متر، الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده عرضه 90 متر عشان الناس تكون عارفة. ده كده مشروع مدن اللي ظهر في الصورة هناك ده جرين ريفر، صف أول أبراج سياحية على محور بن زايد الشمالي. وجنبه على طول بوديا تاور أرضي و30 متكرر. وجنب محطة المونوريل مباشرة مونوريل تاور تابع لشركة اي ار جي. أمام محطة المونوريل مباشرة تاني نمرة من بوديا تاور على محور بن زايد الشمالي، يعني يعتبر تاني نمرة بعد بوديا. مساحة المشروع 11000 متر أرضي و25 متكرر. اللي هناك ده ليفادو تاور تابع لشركة اي ار ان اي. يبقى هنا قدام حضراتكم ده كده بوديا اللي ظهر في الصورة، واللي تحت الإنشاء ده مونوريل تاور جنب محطة المونوريل مباشرة على مساحة 11000 متر، هيكون أرضي و25 دور، بس جنب المحطة ملاصق لمحطة المونوريل مباشرة زي ما انتم شايفين كده. بوديا ومونوريل تاور الاتنين جنب محطة المونوريل مباشرة. ده كده المحور اللي احنا ماشيين عليه ده تقريبا هيكون عامل زي التسعين الجنوبي في قلب التجمع، هيكون عرضه تقريبا 120 متر، وجاي من محور بن زايد الشمالي رايح لحد الحي الحكومي، موازي في قلب منطقة الدهب سوق الدهب، وموازي لمسجد مصر اللي ظهر في الصورة ده كده. طبعا في أول الشارع في محطة مسجد مصر، وفي آخر الشارع اللي احنا ماشيين فيه هيكون في محطة الحي الحكومي. هنا ريفان تاور على ايدينا الشمال، على ايدينا الشمال على طول مباشرة تابع شركة التعمير العربية، 10 أرضي و10 متكرر. زي ما حضرتك شايفين ده مسار المونوريل. وهنا اليفادو تاور تابع شركة ار ان اي أمام محطة المونوريل، وأمام سوق الذهب ومسجد مصر. مساحة المشروع 2500 متر أرضي و13 دور متكرر و3 بيزمنت أندر جراوند، بنسبة إنشاءات كويسة جدا. زي ما انتم حضراتكم المحور اللي احنا ماشيين عليه عرضه 120 متر أمام منطقة سوق الذهب مباشرة. الأرض المحفورة اللي قدام حضراتكم في الصورة دي كده ده موجودة مول على المحور اللي احنا ماشيين عليه مباشرة بعد مشروع ار ان ايه
وبعده على طول مباشرة برضو في أرض تانية محفورة اللي هي جولدن فيو تاور تابع لشركة اتش ام دي. دول قطعتين جنب بعض لسه في مرحلة الأساسات. زي ما انتم شايفين ده مسار مونوريل العاصمة. ده كده مشروع جولدن فيو تاور تابع لشركة اتش ام دي. وبعد كده في قطعة أرض تابعة لشركة دوجا اونكس تاور قدام حضراتكم في الصورة دي. الأرض برضو المحفورة دي 3000 متر، يكون أرضي و10 متكرر. اللي بعد منه المبنى اللي قدام حضراتكم في الصورة ده كيوبز بيزنس تاور، كيوبز بيزنس كومبلكس تابع شركة ماجنا على مساحة 5000 متر، أرضي و10 متكرر أربع بيزمنت تجاري إداري طبي. ده كده كيوبز بيزنس كومبلكس تابع شركة ماجنا زي ما قلت لحضراتكم، أرضي و10 متكرر وأربعة بيزمنت أندر جراوند. ده كده ديوان مول تابع شركة باور هورس. مساحة المشروع 2050 متر، أرضي و10 متكرر. ده كده ديوان مول شركة باور هورس عشان الناس تتابع معانا. ده كده منطقة سوق الدهب. طبعا منطقة سوق الدهب عبارة عن 24 فدان، مساحتها 24 فدان، فيها تقريبا 26 قطعة جنب مسجد مصر مباشرة. ارتفاعات المباني هنا هتكون أرضي ودورين، يعني ارتفاعات المباني على إيدينا اليمين هتكون أرضي ودورين في منطقة سوق الدهب. هنا في شركة ريو قدام حضراتكم نازل مشروع جنب المسجد على طول، وفي هنا بلوفارد تابع لشركة ديار مصر. كل دي منطقة سوق الدهب على ايدينا اليمين. وبدأ يظهر من هنا الحي الحكومي. زي ما حضراتكم شايفين كده بدأت في نهاية الشارع في أكتر من مول كده في إنشاءات. هنا معرفش دي مدرسة ولا ده إيه بالظبط، لأن مش عليه أي يافطة ولا عليه أي حاجة. ده مسجد مصر ظهر من هنا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، مسافة قريبة خالص. طبعا الداون تاون قريبة من الحي مدينة العدالة والحي الإداري ومسجد مصر الحي الحكومي. المنطقة كلها شبكة، هتكون شبكة مع بعضها. أول مشروع كده كان في الصورة اللي فات ده ريجنسي 2 ميديكال. واللي قدام حضراتكم ده كده ذا فورس تابع لشركة جولدن تاون. واللي بعده على طول مباشرة ذا تاور تابع لشركة مدن، مبني على مساحة 2500 متر، أرضي و10 متكرر زي ما حضراتكم شايفين كده. هنا 3 مباني يعتبروا خلصانين، ذا فورت وذا تاور وريجنسي ميديكال. اللي هناك ده الحي الحكومي والحي المالي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ ومسجد مصر الكبير، وبعدين مسجد مصر على طول مدينة العدالة والحي الإداري. هنا في الاتجاه ده كده 3 مشاريع زي ما قلت لحضرتك. ريجنسي 2 ده عبارة عن ميديكال تاور، وبعد منه ذا فورت جولدن تاون، وبعد منه قدام حضراتكم ده كده ذا تاور تابع شركة مدن قدام حضراتكم على مساحة 2500 متر. هنا مسار المونوريل، المحطة بتاعة الحي الحكومي. يبقى هنا الداون تاون فيه محطتين اتنين خاصين بالمونوريل، واحدة خاصة في أول عند مشروع بوديا، والتانية في آخر المشروع عند داتا سنتر قصاد الحي الحكومي. هنا في أرض فاضية في ظهر المشروع ذا فورت ده خاصة بشركة سينت، عشان ناس كتيرة سألتنا عن المشروع ده سينت 2 و 3. دي لسه أرض فاضية. هنا في تراك 10 وبعده على طول بوينت 11. الشارع أو المحور اللي احنا ماشيين عليه ده بيوصلنا لحد منطقة فندق الماسة أو التسوق والتنزه. المحور هنا يكون عرضه 120 متر من المحاور الرئيسية في قلب الداون تاون. جاي من الغرب للشرق أو من الشرق، احنا كده ماشيين من اتجاه الشرق لاتجاه الغرب. هنا قدام حضراتكم تراك 10
شركة DIG، وبعده على طول اللي بدأ يظهر في الصورة كده Point 11 مول تابع لشركة كابيتال هيلز، أرضي و10 متكرر اللي هيبدأ يظهر في الصورة ده كده DIG، وبعده على طول Point 11 مول ده كده تابع لشركة كابيتال هيلز، 2 بيزمنت أندر جراوند وأرضي و10 متكرر. المبنى المتشطب بالكامل هناك ده 44 مول تابع لشركة فاي، عشان الناس تكون عارفة الأماكن. احنا كده هنكون وصلنا لنهاية الحلقة عشان ما نطولش على حضراتكم، احنا تقريبا داخلين على الدقيقة 12، فهنسيبكم لحد هنا كده، وبإذن الله تعالى في الجولات اللي جاية هنكمل وهنستمر في العاصمة الإدارية الجديدة. اللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. لو عندك أي سؤال أو أي استفسار ممكن تكتبه في التعليقات، وإن شاء الله تعالى نحاول إن احنا نرد على كل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.